مساء الخير. فيديو النهارده من اسئلتكم عن اللايت كات، حاولت اجمع جزء منها وارد عليها في فيديو النهارده. اول سؤال بيقول لو احنا خلصنا الابر ممكن الجسم يدي رد فعل ويرجع الوزن مره ثانيه؟ لو احنا ماشيين على سيستم خطه علاجيه صحيه صحيحه اكيد مش هيرجع الوزن مره ثانيه. هل ممكن يكون ليها تاثير لو خدناها لمده شهر؟ طبعا اكيد يكون ليها تاثير لو احنا مشينا على تعليمات الدكتور المعالج، اكيد هننزل بالوزن بشكل كويس جدا. حقنه اللايت كات ممكن تعالج مقاومه الانسولين، هي اساسا لمعالجه مقاومه الانسولين والسكر من النوع الثاني، وبعدها اعتمدت في الويت مانجمنت. كم كيلو هنزل على اللايت كات؟ ده بيعتمد على طبيعه الجسم، بيعتمد على الجينات، بيعتمد على طبيعه الحرق، فممكن احنا نقول في رينج 8 ل 10 كيلو في الشهر، ممكن ازيد زي ما اتفقنا حسب طبيعه الجسم. هل ممكن يكون النزول قليل؟ هيكون النزول قليل في حالات لو احنا مثلا كل شويه بننقنق، حتى لو حاجات صغيره بس سعراتها عاليه، او مثلا بنمشي على دايت سعراته قليله جدا فالميتابوليزم اكيد هيتاثر، او مثلا نزلنا بشكل كويس جدا فاكيد الوزن او الجسم هيثبت سنه وبعدها يرجع ينزل بالشكل الصحيح. او مثلا لو عندنا ستريس، قلق، سهر، هرمون الكورتيزول بيعلى، ممكن برضو النزول يكون قليل. او مثلا لو ماشيين على جرعه صغيره ومحتاجين نزود سنه في الجرعه، برضو ممكن يكون النزول قليل. ده من اسئلتكم، ولو في اسئله ثانيه اكتبوا لنا في الكومنت وهنرد عليكم.